السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس البيزنس أناليسيس فاندمنتالز. في المحاضرة اللي فاتت عرفنا إيه هو البريدكتيف أبروتش والأدابتيف أبروتش، وعرفنا الفرق بينهم وعرفنا مميزات كل واحد والعيوب بتاع كل واحد، وعرفنا إمتى نختار ده وإمتى نختار ده. في الدرس ده هنتكلم عن أشهر فريم وورك الشركات بتستخدمه عشان تطبق التشينج، خصوصا في مشاريع البرمجيات الكبيرة. الاسلوب ده اسمه ووترفول فريم ورك، نموذج الشلال. ليه سمانا نموذج الشلال بالاسم ده؟ عشان المراحل اللي بيمشي فيها بتكون بالظبط زي الميه اللي بتنزل من الشلال. الميه دي بتنزل من مرحله للي وراها وما ينفعش ترجع تاني لورا. تعالوا نشوف ايه هي الفيزز او المراحل اللي بيمر بيها نموذج الشلال. زي ما هو موضح في الصوره كده، نموذج الشلال اتسمى بالاسم ده عشان بالظبط هو عامل نفس الشلال. الميه بتنزل من منطقه اعلى الى منطقه وراها وما بتقدرش ان هي ترجع تاني. تعالوا نشوف اول مرحله معانا في نموذج الشلال، وهي عمليه الاناليسيس. بنعمل ايه في عمليه الاناليسيس دي؟ بنعمل جاذر اند دوكيمنت اول بروجكت ريكويرمنتس، بنجمع ونوثق جميع المتطلبات اللي موجوده في المشروع. يعني في المرحله دي بتبدا ان انت تقعد مع العميل او الستيك هولدرز اللي هم اصحاب المصلحه، ونبدا نسالهم اسئله زي انتوا عاوزين تبنوا ايه بالظبط. بنسمي المرحله دي بمرحله requirements elicitation، استخراج واستنباط المتطلبات. يعني مثلا لو انا عندي شركه طالبه مني نظام HR لاداره الموظفين، في التحليل بنكتب كل المطلوب زي مثلا تسجيل الحضور للموظفين، الاجازات بتاعتهم، الرواتب، التقارير. فدي عمليه الاناليسيس. طبعا ان شاء الله في المحاضره الجايه هنبدا ان احنا نشرح مثال حي عملي نشرح فيه عمليه الووترفول. نجيب مشروع وليكن مثلا مشروع HR لاداره الموظفين ده، ونشرح فيه كل حاجه بالتفصيل، وعمليه الاناليسيس بتتم ازاي، وعمليه الستيشن ريكويرمنتس بتتم ازاي، وكل مرحله من المراحل بتتم ازاي. بس خلينا نفهم في المحاضره دي النظري الخاص بمنهجيه الووترفول والووترفول ماشي ازاي. انا عندي دلوقتي شركه بتطلب نظام HR. في التحليل بنبدا نكتب المتطلبات كلها. نبدا بعد عمليه جمع المتطلبات دي اللي احنا بنسميها requirements elicitation، بننتقل لمرحله ثانيه وهي مرحله الديزاين. بنعمل create blueprints for system architecture and UI، بنبني البنيه التحتيه او الاستراكشر الكامل للمشروع، وكمان بنبني اليوزر اكسبيرينس واليوزر انترفيس في المشروع ده. يعني بعد ما نفهم كل المتطلبات بنبدا نصمم السيستم اركتشر، هيكل النظام ده هيكون عامل ازاي، شكل الداتابيز هيكون عامل ازاي، الريليشن بين الحاجات وبعضها هتكون عامله ازاي. وبعد كده بنبدا ان احنا كمان نصمم اليوزر انترفيس واليوزر اكسبيرينس. نبدا الاول باليوزر اكسبيرينس وبعد كده بنبدا باليوزر انترفيس، طبعا لو في واجهات مستخدم في المشروع. يعني زي ما قلنا في المثال السابق اللي هو نظام الاتش ار ده، في مرحله الديزاين بنبدا نعمل داتابيز ديزاين، نرسم الداتابيز ديزاين، التيبلز اللي هتكون موجوده ايه بالظبط لنظام مثلا المرتبات، ونبني الواير فريمز لشاشه الموظف اللي هتظهر له في السيستم بتاعنا. بعد كده بنبدا في عمليه، احنا عملنا اول حاجه عمليه الاناليسيز، خلاص خلصنا الاناليسيز وعملنا الدوكيومنتيشن بتاعتنا، وثقنا كل حاجه في وثائق، وهنعرف ايه هي الوثائق دي بعد كده، وانواع الوثائق دي ونكتبها ازاي. كل ده هنعرفه ان شاء الله في الكورس ده بالتفصيل. بعد كده الوثائق دي بسلمها لو هيشتغل معايا ديزاينرز او هيشتغل معايا باك اند، فكل ده بيستلموه الفريق اللي هيشتغل معايا بعد كده. يعني في مرحله الديزاين بيستلم معايا يو اكس ديزاينر، بيستلم الدوكيومنتيشن اللي انا عملتها دي، ويبدا ان هو يصمم اليوزر اكسبيرينس واليوزر انترفيس والواير فريمز ويعمل البروتوتايب بتاعه، ويبدا ان هو يشتغل. بعد كده بعد ما نجهز كل ده، طبعا احنا ما بننتقلش للخطوه اللي بعدها الا بعد ما نكون انتهينا من الخطوه اللي احنا فيها. زي الشلال بالظبط، ما اقدرش ان انا ارجع للخطوه اللي ورا، دايما انا بطلع للخطوه اللي قدام. انا خلاص خلصت الاناليسيس، سلمت الوثائق بتاعت الديزاينر اللي موجود معايا، بعد كده بسلمها لفريق التك اللي شغال معايا، بنعمل عمليه ديفلوبمنت، بنعمل بيلد ذا سيستم بيزد اون ديزاين سبيكس. يعني بنبدا ان احنا نبني النظام بتاعنا بناء على التصميم اللي طلع وبناء على الدوكيومنتيشن اللي طلعت. بيبدا المطور ان هو يكتب الكود ويبدا ببناء عمليه النظام.
الديفلوبرز بيشتغلوا بالترتيب التصميم ده بيحدده. يعني مثلا المبرمجين بيشتغلوا لو معانا باك اند، الباك اند يبدا يشتغل على الاي بي اي الخاص تسجيل الاجازات وربطها بشاشه المانجر او المدير. بعد كده بنبدا احنا خلصنا خلاص عمليه الاناليسيز، خلصنا عمليه الدوكيومنتيشن، جهزنا الوثائق بتاعتنا زي الاس ار اس، اليوز كيسز كلها كامله. طبعا هنشرح الوثائق دي كلها بالتفصيل ان شاء الله في المحاضرات اللي جايه، وهنعرف ازاي بنكتبها. بعد كده عمليه الديزاين، يبدا المصمم او الديزاينر يصمم يوزر انترفيس ويوزر اكسبيرينس. بعد كده بيجي في الديفلوبرز يبداوا يبنوا البروجكت بتاعنا ويشتغلوا عليه. بعد ما يخلص الديفلوبرز البروجكت بتاعنا بيبداوا في عمليه التستنج، بنراجع كل حاجه اتنفذت ونتاكد ان مفيش اي باجز او اخطاء في البروجكت ده. وفي انواع كتير طبعا التسترز بيستخدموها زي اليونت تيستنج والانتجريشن واليوزر اكسبتنس تيستنج. التسترز بيكون ليهم طرق وتايبس كتير لاختبار المشروع ويتاكدوا انه مفيش فيه اي باجز. يعني في البروجكت اللي احنا بنتكلم عليه في المحاضره دي اللي هو نظام الاتش ار، بيبدا التستر يجرب كل السيناريوهات، زي مثلا موظف بيطلب اجازه، طب المدير بيرفض، طب الطالب بيسجل طلب اجازه او طلب مثلا زياده في الراتب او اي طلب الموظف بيسجله. فهو بيبدا يعمل يوز كيسز ويوزر كيسز ويبدا ان هو يجرب كذا سيناريو ويبدا يشوف لو في اي مشاكل موجوده، يبدا ان هو يبلغ الديفلوبرز تاني بيها ويبداوا ان هم يحلوا المشاكل دي. طيب احنا كده عملنا عمليه الاناليسيز، وبعد كده انتقلنا للديزاين والديفلوبمنت والتستنج، كل حاجه معانا تمام. نبدا عمليه البرودكشن او الامبلمنتيشن، عمليه النشر، نعمل ديبلوي ذا سوليوشن فور اند يوزر، نطرح الحل بتاعنا السوليوشن بتاعنا للاند يوزر بعد ما اتاكدنا ان كل حاجه تمام. بنبدا ان احنا مثلا لو خلصنا السيستم بتاعنا، السيستم اتش ار اللي احنا بدانا بيه، بان احنا حللنا متطلب الريكويرمنتس بتاعته وعملنا له الديزاين، والتيم الديفلوبرز بتوعنا اشتغلوا وخلصوه، وتيم التستنج اختبر البروجكت والبروجكت معانا تمام. بعد كده نعمل عمليه الامبلمنتيشن اللي هي النشر، ويبدا الديفلوبرز ان هم يرفعوا السيستم بتاعنا على سيرفر داخلي او كلاود، ونبدا ان احنا نعلم الموظفين او الاتش ار ازاي يستخدموا السيستم ده بشكل يومي. يبقى الووتر فول فيزز بيمشي بمراحل ومرحله تلو الاخرى، ما ينفعش نرجع للمرحله اللي قبل المرحله السابقه. بنبدا بعمليه الاناليسيز، بعد كده الديزاين، بعد كده الديفلوبمنت، بعد كده التستنج، بعد كده الامبلمنتيشن. تعالوا نشوف ايه هي مميزات الووتر فول نموذج الشلال ده. اول ميزه معانا النهارده في نموذج الووتر فول هي ان هو بيقدم لي كلير ستراكشر، هيكل واضح للبروجكت بتاعي، والترتيب ده بيسهل عليا عمليه اداره او عمليه المانجمنت للبروجكت وعمليه البلاننج كامله للمشروع بتاعي. تاني ميزه معايا وهي ان انا بقدر اعمل ريسورس كنترول. يعني ايه ريسورس كنترول؟ يعني بقدر اتحكم في الموارد اللي معايا. مش كل الناس شغاله معايا في نفس الوقت، لا، تيم الاناليسيس شغال، تيم الديزاين بيشتغل بعد كده، ديزاينرز يعني بيشتغلوا بعد كده. فانا اول حاجه بيبدا الضغط عندي في اول البروجكت على تيم الاناليسيز، وبيبداوا ان هم يشتغلوا، وبقيه التيم بيكون معايا فاضي اقدر ان انا اشغله على مشاريع تانية. كل فريق بيشتغل في مرحلته بس. يبقى اول حاجه ان هو بيقدم لي كلير ستراكشر، تاني حاجه ريسورس كنترول بتحكم في الموارد، تالت حاجه ستيج تشيك بوينتس، يعني بيقدم لي نقاط مرجعيه، كل مرحله ليها مراجعه قبل ما ننتقل للثانيه، وبنتاكد ان المرحله دي تمام عشان ننتقل للي بعدين. تالت حاجه بيقدم لي جدول زمني ثابت، فيكسد تايم لاين، يعني انا عارف هنبتدي المشروع ده امتى وهنتهي منه امتى. طيب المشروع ده ليه مميزات، له مميزات، له عيوب برضه. تعال نشوف الليميتيشنز اوف ووتر فول، او ايه هي قيود نموذج الووتر فول. اول حاجه معايا ان هو انفليكسبل، غير مرن، يعني صعب ان احنا نعدل. لو المتطلبات اتغيرت لازم نرجع تاني لاول مرحله، فهيبقى صعب عند التغيير، والديزاينر اشتغلوا والديفلوبرز اشتغلوا وكل الناس اللي معايا في البروجكت اشتغلوا، فهو غير مرن، انفليكسبل. التعديل صعب جدا ان انا اغير فيه او اعدل في بروجكت بستخدم فيه فريم ورك زي ووتر فول. تاني حاجه من الليميتيشنز في الووتر فول ان الاوتيتد نيدز، الاحتياجات بتاعتي بتكون غير محدثه.
انا خلاص بعمل بلاننج للمشروع او بخطط للمشروع كامل في البدايه، وبعد كده ممكن اجي في نهايه المشروع الاقي ان الاحتياج او النيدز الاحتياجات اللي انا حطيتها في البدايه دي انا مش محتاجها في اخر البروجكت، او في الوقت ده احنا مش محتاجينها. فاللي اتخطط من شهور ممكن ما يبقاش مناسب دلوقتي. تالت عيب معانا وهو ان هو بيعمل ضغط على التحليل. التحليل كله بيتم في البدايه، والبروجكت كله الرؤيه او الفيجن بتاعته كلها وكل الريكويرمنتس بتظهر معايا في البدايه، وده بيعمل ضغط عندي في عمليه التحليل. وممكن لو انا نسيت حاجه او حصل معايا مشكله في البدايه، او لو الاناليسيس بتاعي ما كانش دقيق، هيحصل مشاكل كتير في البروجكت بتاعي. لو انا بستخدم ووتر فول لازم اتاكد ان عمليه الدوكيومنتيشن تمت عندي بشكل صحيح. ففي المحاضره دي عرفنا ايه هو الفيزيس او المراحل بتاع الووتر فول فريم ورك، وعرفنا مميزاته، وعرفنا الليميتيشنز اوف ووتر فول، قيود نموذج الشلال. في المحاضره الجايه ان شاء الله هنشرح نموذج عملي على الووتر فول فريم ورك، وهنعرف كل حاجه بتتم ازاي بالظبط في المثال اللي احنا هنشرحه ده. واشوفكم في محاضره جديده ان شاء الله على خير.